بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في صباح على الفار. كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد فطر سعيد على المصريين مسلمين ومسيحيين، ودايما مصر بخير وامان. مباراه النهارده معانا مباراه الاهلي والترجي، مباراه العوده في دوري ابطال افريقيا. اول حاله معانا النهارده مطالبه النادي الاهلي بركله جزاء في الدقيقه 15. لو بصينا على اللعبه هنلاقي اللعبه جت الكره اصطدمت من رجل المدافع لايده اللي في الوضع الطبيعي. استمر اللعب، قرار استمرار اللعب من الحكم قرار مميز. الحاله اللي معانا بعد كده في الدقيقه 47 في بدايه الشوط الثاني، لعيب الترجي رقم 23 عمل مخالفه بتهور تستوجب الانذار. الانذار ده مفقود، اللعيب ما خدش انذار. لو بصينا على اللعبه فيها كامل مواصفات او كافه مواصفات التهور. اللعيب ما خدش انذار، هو نفس اللعيب في الدقيقه 70 الحكم اداله انذار. لو اللعيب ده خد انذار في اول الشوط وخد انذار دلوقتي، يبقى كان من الدقيقه 70 فريق الترجي ممكن يلعب ناقص لاعب، وخطا كبير مؤثر في سير احداث الماتش، مش في نتيجه المباراه، خطا مؤثر في سير احداث الماتش. في الدقيقه 75 ركله جزاء للترجي هنتكلم عليها شويه، زي ما اتعودنا مع حضراتكم ان احنا بنتكلم من خلال المعيار والقانون. المعايير في التحايل ان لعيب ممكن يخلق تلامس او يستغل تلامس بسيط، حتى لو احتكاك بسيط انا استغله كلعيب، او ما يبقاش فيه تلامس اصلا. تاني، المعايير احتساب التحايل في القانون وفي الاعتبارات: استغلال تلامس بسيط ده تحايل، ان انا اخلق تلامس ده تحايل، ان ما يبقاش فيه تلامس اصلا ده تحايل. لو بصينا على اللعبه هنا، لعيب الترجي زق الكره في اتجاه وراح في اتجاه لعيب الاهلي ورايح طاير قبل ما يحصل تلامس، ده اسمه خلق تلامس او خلق احتكاك يستوجب عليه الانذار وركله حره غير مباشره، ركله جزاء غير سليمه طبقا للمعيار والقانون. ودايما خليكم معانا عشان الحقيقه ما تتوهش.